مع قدوم شهر رمضان كل سنة وانتم طيبين بتزيد حكاية الدورات الرمضانية وممارسة الرياضة قبل المغرب. الحقيقة أبطالنا السكريين سواء كانوا سكر نوع أول أو حتى نوع تاني وبيستخدموا الإنسولين ممنوع منعا باتا ممارسة الرياضة قبل المغرب وهم صايمين. ليه؟ مع ممارسة الرياضة ديّة بتزيد امتصاص جسمهم وعضلاتهم وهي سخنة أثناء ممارسة الرياضة للأنسولين، وده بيعرّضهم لنوبات هبوط سُكّر عنيفة، مش بس كده، حساسية جسمك للأنسولين اللي أنت واخده بتزيد مع ممارسة الرياضة، وده بيزوّد فرصة حدوث الهبوط. أيضًا استهلاك العضلات اللي بتمارس الرياضة ديّة للسُكّر بيكون في أقصى حالاته، وبالتالي ما عادش في سُكّر في جسمك، يحصل هبوط وزيادة كمان على كده، هبوط بيحصل نتيجة نفاذ مخزون السُكّر اللي موجود في الكبد. الأهم والأخطر إن الحقيقة إن رَد فعل جسمك على الانخفاض والهبوط اللي حاصل ده عن طريق الهرمونات المضادة لعمل الأنسولين ما بيبقاش في أحسن أحواله أثناء ممارسة الرياضة، وبالتالي بعد ممارسة الرياضة ديّة ممكن يحصل هبوط عنيف. طيب بس كده؟ لأ، ده كمان ممكن تحصل حاجة اسمها هبوط متأخر أثناء الليل، يعني أنت مارست الرياضة بتاعتك ورُحت لعبت ماتش الكورة وما حصلش مشكلة الحمد لله، ورُحت فطرت وخدت جرعة الإنسولين، أثناء الليل بقى وأنت نايم ممكن يحصل هبوط وتكون ممارسة الرياضة بتاعة العصرية هي السبب. ليه؟ لأن الحقيقة بالأخص لو أنت بتاخد جرعات ثابتة من الأنسولين، أنت ما راعيتش إنك حرقت كمية كبيرة من السكر سواء اللي موجود عندك في الدم أو اللي متخزن في الكبد. عدم الوعي بالهبوط أثناء الليل نتيجة نقص الهرمونات المضادة لعمل الأنسولين زي الجلوكاجون والنورادرينالين أثناء الليل ممكن يخلي الهبوط ده عنيف للغاية وأنت ما تشعرش بيه ويعرضك لخطورة شديدة جدا. السكر اللي موجود عندك في الجسم العضلات بتاعتك لسه سخنانة من فترة العصرية وقامت باستهلاكه بشكل عنيف، وبالتالي عايز تمارس رياضة هتمارسها بعد صلاة التراويح. عدل الجرعات بتاعة الأنسولين مع الدكتور بتاعك بما يناسب ممارستك للرياضة دي. راقب السكر، راقب السكر، راقب السكر. رمضان كريم.